فايدة او انجاز، وبنحس ان الاجازة عدت بسرعة واحنا ما استفدناش منها اي حاجة. فازاي نطور من نفسنا ونطور من يومنا ان يكون فيه شوية تكات بسيطة تخلي يومنا ممتع، وتخلي يومنا بعد ما نخلص الاجازة ان شاء الله نحس ان احنا طلعنا بفايدة. رقم 1، ابدأي اختاري نوع كتاب مفضل ليكي، اي نوع كتب حابة تقرأيها اقرأيها، وخدي كل يوم حتى لو 5 صفحات قراءة كده في ركن هادي كده من اوضتك. اعملي ركن مخصصيه انك انت تعملي فيه الركن ده للكتابة او للقراءة، ركن كده خاص بيكي كده، تكون فيه شوية لمسات خاصة بيكي كده. حطي فرع شجر، زرعة جميلة كده حباها، اعملي ركن هادي كده لنفسك تقرأي فيه. واختاري كتب، انتي شوفي حابة تختاري كتب نوعها ايه، تطوير ذات ولا روايات مشوقة، او حتى لو كان كتاب ديني بسيط اختاري اللي انتي حباه. وما تضغطيش على نفسك انك مثلا مضطرة انك تقرأي اليوم النهاردة 100 صفحة، لا، اختاري حاجات بسيطة وحاجات اكون قادرة اني انا اعملها. يعني مثلا اختاري انك تقرأي مثلا 5 صفح او اكتر، على حسب الوقت اللي انت حابة بتحطيه للقراءة. واختاري كتاب واحد بس تقرأي منه، ما تختاريش كذا واحد وتحطيهم قدامك وتقولي اني انا هخلصهم، فانت كده بتضغطي على نفسك ومش بتخلصيهم.